تخيلوا معانا المشهد ده، حرب طاحنة شغالة. نار وضرب في كل حتة. بالظبط، حركات مقاومة محلية شرسة جدا بتواجه مستعمر أجنبي مدجج بالسلاح. يعني المنطق البديهي بيقول إن الطرفين دول ما بيجمعهمش أي حاجة غير العداء والدم. وإن مستحيل مساراتهم تتقاطع بره ساحة المعركة أصلاً. أيوة، بس المصدر التاريخي اللي بين إيدينا النهاردة بيكشف سر غريب جدا. يعني صفحاته بتوصف علاقات تقارب وتداخل مجتمعي لدرجة ظهور أحياء كاملة بتجمع بين جنود المستعمر وفئات من نساء البلد اللي تحت الاحتلال. المشهد ده فعلاً بيكسر كل التوقعات اللي ممكن تيجي في بال أي حد، وعشان كده هو مدخل مثالي للي عايزين نفهمه النهاردة. أهلاً بكل اللي بيسمعونا في غوصة عميقة جديدة. مصدرنا النهاردة عبارة عن تقرير تاريخي وتوثيقي بيرجع لفترة الاستعمار العثماني للجزائر. تقرير تقيل جداً وفيه تفاصيل كتير. جداً. التقرير ده بيسلط الضوء على ظاهرة اجتماعية معقدة أدت في النهاية لظهور فئة مجتمعية كاملة اتعرفت تاريخياً باسم الكراغلة. ومهمتنا هنا مش بس إننا نقرأ الأحداث. بالظبط، مهمتنا إننا نفهم الآليات الخفية. يعني إزاي صراع عسكري بيتحول لخلاط ديموغرافي بيعيد تشكيل تركيبة السكان من الصفر. أصل الغوص في التفاصيل دي بيخلينا نشوف التاريخ من تحت لفوق، من مستوى الأفراد وحياتهم اليومية، مش بس من مستوى القادة والمعاهدات. بس قبل ما نغوص في أي تفاصيل، في تنويه في منتهى الأهمية لازم نوضحه بصرامة ووضوح تام. طبعاً، دي نقطة محورية. الوثيقة اللي بنفككها النهاردة بتتعامل مع قضايا تاريخية واجتماعية في غاية الحساسية. يعني احنا بنتكلم عن فترات استعمار، حركات مقاومة، وعلاقات اجتماعية غير شرعية ومثيرة للجدل في وقتها. ومهم نأكد إن دورنا في الغوصة العميقة دي هو النقل والتحليل المحايد تماماً للمكتوب في الوثيقة. بالظبط كده، هدفنا الأوحد هو فهم الأفكار والظواهر المطروحة بدون أي تبني أو حكم أو انحياز لأي طرف سياسي أو تاريخي أو حتى أخلاقي. إحنا بنقرأ وبنحلل ديناميكيات مجتمع في لحظة زمنية معينة. التنويه ده هو الأساس اللي بنبني عليه كل تحليلنا. دراسة التاريخ الاجتماعي في فترات الصراع بتتطلب مننا تجرد كامل فعلا. أيوة، إحنا بنبص للمعلومات كأدوات بتشرح لنا طبيعة البشر تحت ضغوط استثنائية، من غير ما نلبس قبعة القاضي. طيب خلينا نفصص الموضوع ده. التناقض الصارخ هو أول حاجة بتخبط الواحد وهو بيقرأ التقرير ده. التناقض بين إيه وإيه تحديداً؟ يعني على المستوى الرسمي والعسكري، في حالة عداء صريحة بين الجنود الأتراك العثمانيين اللي بيمثلوا السلطة الاستعمارية وبين المقاومة المحلية في الجزائر. ضرب ونار ورفض تام. أيوة، لكن فجأة وعلى التوازي الوثيقة بتوصف ظاهرة غير مألوفة تماماً. فئات من النساء الجزائريات بيعرضوا أنفسهم على الجنود الأتراك دول. وبشكل واسع جداً كمان. يا نهار أبيض، يعني أنا كواحدة بتقرأ حاسة إني بتفرج على فيلم نصه الأولاني أكشن ومعارك حربية. وفجأة الكاميرا بتلف وبتجيب كواليس المعسكرين. بالظبط، هم عايشين حياة يومية متداخلة وفيها علاقات اجتماعية وتواصل من نوع مختلف تماماً. إزاي ده بيحصل في نفس الزمان والمكان؟ المبهر في النقطة دي هو إنها بتجبرنا نفرق بين الماكرو والمايكرو في التاريخ. تقصد الصورة الكبيرة والتفاصيل الصغيرة. بالظبط. على المستوى الماكرو أو الصورة الكبيرة، في حرب وعداء سياسي واضح وموثق. بس على المستوى المايكرو، اللي هو مستوى الحواري والبيوت. أيوه، والاحتياجات اليومية، القواعد بتتكسر تماماً. الخطوط الفاصلة اللي بترسمها الجيوش بتدوب لما البشر بيتعاملوا مع بعض وش لوش. بعيد عن السلاح يعني. بعيد عن السلاح خالص. الجندي اللي بيمثل كيان معادي الصبح بيتحول بالليل في السياق الاجتماعي لشخص عنده رغبات. وممكن يتم التواصل معاه بناء على رغباته دي. الظاهرة دي بتكشف إن العداء السياسي مش دايماً بيقدر يفرض سيطرته الكاملة على السلوك الإنساني. دي نقطة بتخلينا نسأل عن الدوافع. يعني إيه اللي يخلي جندي في جيش وموجود في بيئة بتكنله العداء ينخرط في علاقات زي دي؟ وليه الظاهرة دي بتلاقي صدى من الأساس؟ أيوة، التفسير المبدئي اللي مطروح في الوثيقة بيحلل سيكولوجية الجندي نفسه، بنتكلم عن جنود عاشوا لفترات طويلة جدا بعيد عن أوطانهم. وبعيد عن زوجاتهم وعائلاتهم. التواجد في غربة قاسية وممتدة في ظل نظام عسكري صارم بيخلق فراغ نفسي وبيولوجي ضخم. الفراغ ده بيترجم لحاجة مستمرة لإشباع الرغبات الغريزية. وده اللي خلى استجابة الجنود دول سريعة جدا لما لقوا مساحة للعلاقات دي مع فئات من المجتمع المحلي. التفسير السيكولوجي والبيولوجي ده مهم جدا لفهم تصرفات الجندي. أصل المؤسسة العسكرية في الوقت ده
كانت بتقتلع الأفراد من جذورهم لسنوات، الجندي بيتحول لترس في آلة. لكنه في النهاية إنسان. الحرمان العاطفي والجسدي في الغربة وسط بيئة مليانة توتر وخطر مستمر بيخلي التمسك بأي فرصة لعلاقة. أو تواصل غريزي يعني. أيوة، بتبقى أولوية قصوى. الجندي هنا مش بيفكر في الحسابات السياسية أو العداء المجتمعي. هو بيستجيب لنداء بيولوجي بحت بيطغى على أي اعتبارات تانية. طب ثانية واحدة بس، إحنا محتاجين نقف هنا ونتأمل الصورة من الناحية التانية. من ناحية المجتمع المحلي؟ بالظبط. التفسير ده بيبص من زاوية الجندي واحتياجاته، وكلام منطقي جدا إن الجندي مغترب ومحتاج. لكن إزاي مجتمع تحت الاحتلال وفي ظل ثقافة محافظة يتقبل ده؟ تقصدي يشهد ظاهرة بالاتساع ده؟ أيوة، يعني كون الجندي عنده رغبة ده مش مبرر كافي إن فئات كاملة من النساء تنخرط في النوع ده من العلاقات لدرجة إنها تبقى ظاهرة واسعة النطاق. أكيد في حاجة تانية. أكيد في كارثة أو ضغط مجتمعي ضخم أجبر الفئات دي إنها تتجاوز كل الخطوط الحمراء الثقافية والدينية والسياسية، صح؟ لو ربطنا ده بالصورة الأشمل هنوصل للعمق الحقيقي للمأساة. اللي هو إيه بقى؟ الحروب طويلة الأمد والاستعمار مش بس بيسقطوا حكومات، دول بيدمروا البنية التحتية للاقتصاد المحلي، مصادر الرزق بتنعدم تماماً. وشبكات الأمان الاجتماعي بتتفكك، والمجتمع بيدخل في حالة صراع بقاء حرفياً. والجندي التركي هنا هو الطرف اللي بيمتلك القوة والموارد. والمال كمان. وفي المقابل في فئات مجتمعية محلية وصلت لدرجة من اليأس الاقتصادي خلت غريزة البقاء تتفوق على أي منظومة قيم. يعني نقدر نقول إنها كانت مسألة حياة أو موت، مش مجرد اختيارات عابرة. بالظبط. العوز الشديد بيخلق اقتصاديات بديلة وقاسية جدا. النساء اللي انخرطوا في العلاقات دي في الغالب كانوا من الفئات الأكثر تهميشا وتضررا من انهيار الاقتصاد المحلي. التداخل بين احتياج الجندي البيولوجي واحتياج الفئات دي الاقتصادي للبقاء خلق مساحة للمقايضة، وده بيأكد إن الأخلاق والقيم الاجتماعية في فترات الانهيار التام بتتعرض لاختبار قاسي جدا. وهنا بقى نوصل للنقطة اللي بجد مثيرة للاهتمام. اتفضلي. الموضوع ما بقاش مجرد صدفة أو حالات فردية متناثرة في السر. مستوى التنظيم اللي الظاهرة دي وصلت له مرعب. إزاي يعني؟ إحنا بنتكلم عن ظهور أحياء كاملة وظيفتها الأساسية هي ممارسة الدعارة وتنظيم العلاقات دي بين النساء الجزائريات والجنود الأتراك. أحياء بحالها؟ ده تطور كبير. تخيل حجم التحول من تصرفات فردية مدفوعة باليأس والمقايضة لكيانات جغرافية ومكانية متعارف عليها. زي السوق السوداء بالظبط. أيوة، لما الموارد بتنعدم والأزمة بتطول، المجتمع بيخلق اقتصاد موازي في الضلمة بقواعده الخاصة. والمكان الخاص بيه عشان يدير الكارثة دي. سؤالي هنا، إزاي سلوك مرفوض اجتماعياً بيتحول لبنية تحتية بالشكل ده؟ ده انتقال مفصلي من حالة الفوضى لحالة المؤسسة. يعني بيحطوا الظاهرة دي في إطار نظامي؟ بالظبط. لما ظاهرة بتكبر وتنتشر، السلطة والمجتمع بيبدأوا يتعاملوا معاها كأمر واقع، حتى لو رافضينها. تخصيص أحياء كاملة للموضوع ده مش معناه إن المجتمع راضي عنه أبداً، لكنه بيعكس رغبة في احتواء الظاهرة وعزلها جغرافياً. كأن المجتمع بيقول إحنا مش قادرين نمنع ده، فخلينا نحصره في أماكن معينة عشان نحمي باقي النسيج المجتمعي. يعني عملية عزل وظيفي. والأحياء دي بتتحول لاقتصاد متكامل، فيها اللي بينظم واللي بيوفر الحماية واللي بيستفيد مادياً. شبكة كاملة يعني. الجندي عارف هيروح فين، والنساء اللي في الدايرة دي ليهم مكان محدد. النظام الموازي ده بيشتغل بقواعد ضمنية بيوافق عليها الجميع في السر. لأنها بتخدم مصالح الطرفين في اللحظة دي. وكمان السلطات الاستعمارية ممكن تكون غضت الطرف أو حتى نظمت ده عشان تحافظ على معنويات واستقرار جنودها المشتتين بعيد عن بيوتهم. فكرة وجود مساحة جغرافية محددة بتأكد إننا ما بقيناش قدام أخطاء عابرة. إحنا بقينا قدام جزء من السيستم اليومي لفترة الاستعمار دي. ده بياخدنا لنتيجة بديهية بس تقيلة جدا بصراحة. اللي هي إيه؟ لما يكون عندك نظام موازي متكامل في أحياء كاملة وشغال لفترات طويلة، أكيد هيكون في إنتاج ديموغرافي ضخم للقصة دي. تقصد الأطفال؟ أيوة، الوضع ده ما كانش هيعدي من غير أثر بشري دايم. وهنا بيظهر الأثر الديموغرافي الصادم، ارتفاع كبير وملحوظ في نسبة الولادات. والمأساة إننا بنتكلم عن أعداد ضخمة من الأطفال اللي اتولدوا نتيجة العلاقات دي. أطفال ملهمش آباء معروفين يتولوا رعايتهم أو يعترفوا بيهم بشكل رسمي. جيل كامل نتاج أب من الجنود الأتراك العثمانيين وأم جزائرية. في الغالب الأب ده إما بيرجع بلده أو بيتنصل من مسؤوليته أو بيتقتل في المعارك.
الأطفال دول هم اللي اتعرفوا تاريخياً باسم الكراغلة أو الكرغولي. ظهور الكراغلة بيمثل اللحظة اللي الظاهرة المؤقتة دي اتحولت فيها لتغيير دائم في خريطة المجتمع. دول أطفال اتولدوا في منطقة رمادية قاسية جداً. من ناحية هم بيحملوا دماء المستعمر التركي، وده بيديهم ارتباط بالطرف الأقوى. لكنه ارتباط غير مكتمل. بالظبط، لأن الآباء في الغالب مش بيعترفوا بيهم ولا بيدخلوهم في منظومة الإرث أو الرعاية. ومن ناحية تانية هم أبناء لأمهات محليات، بس أمهات كانوا جزء من ظاهرة مرفوضة اجتماعياً. وموصومة بالعار من قبل المجتمع المحلي اللي بيقاوم الاستعمار. يعني الواحد يحاول يتخيل بس حياة طفل طالع في البيئة دي. صعبة جدا. هو مرفوض من العيلة الجزائرية الصافية لأنه جذوره جاية من علاقة ارتبطت بالمستعمر وبظروف دعارة ومأساة. ومرفوض من النخبة العثمانية لأنه ابن غير شرعي وغير معترف به رسميا. ده مش مجرد أثر ديموغرافي، دي قنبلة هوية موقوتة. إزاي الأطفال دول لما كبروا قدروا يتعاملوا مع المجتمع المزدوج ده؟ دي حقيقة. التحدي الأكبر للكراغلة كان إثبات الوجود وتحديد الهوية. هم بقوا شريحة مجتمعية بتكبر وتتمدد، ومضطرين يخلقوا لنفسهم مكانة في النص. مع مرور الوقت كترة أعدادهم خلتهم قوة ديموغرافية لا يستهان بها أبداً. ما بقوش مجرد حالات فردية من بوذا، بقوا فئة. وفي كتير من الأحيان الفئات اللي بتتولد في الهامش ده بتطور آليات تكاتف قوية جداً بين أفرادها. لأنهم بيشتركوا في نفس المعاناة ونفس الأزمة، صح؟ بالظبط. بعضهم ممكن يكون حاول يتقرب من السلطة العثمانية مستغلين الجذور الأبوية، وبعضهم ممكن يكون انخرط في المجتمع المحلي. بس الأكيد إن وجودهم فضل يفكر المجتمع كله بشكل يومي بالفترة القاسية دي وبالانهيار الاجتماعي اللي حصل. طيب، كل الكلام ده معناه إيه في النهاية؟ قصدك خلاصة للقصة دي كلها؟ أيوة، يعني لما نمسك القصة دي من أولها، التناقض الصادم بين السلاح في الجبهة والعلاقات في الحواري، وبعدين الاحتياج البيولوجي اللي اتقاطع مع انهيار اقتصادي ويأس تام. وتطور ده لدرجة مؤسسة أحياء كاملة واقتصاد موازي، وصولاً لولادة فئة ديموغرافية كاملة اسمها الكراغلة، شايلة هوية مركبة ومأساوية. ايه الخلاصة اللي المفروض الواحد يطلع بيها من تفكيك ظاهرة معقدة بالشكل ده؟ بالظبط. الخلاصة اننا لازم نغير نظرتنا لنتائج الحروب. احنا دايما بنحسب خسائر الحروب بعدد القتلى والمباني اللي اتهدمت والاقتصاد اللي وقع. لكن الوثيقة دي بتعلمنا حاجة تانية خالص. بتعلمنا ان الحروب بتخلق كائنات ديموغرافية واجتماعية جديدة تماما. الحرب بتعيد هندسة الجينات والهويات والطبقات الاجتماعية بشكل قسري وعنيف. فئة الكراغلة دي هي دليل حي على إن الأزمات الكبرى مش بس بتمر وتخلص، دي بتسيب وراها أجيال بتورث أزمة الهوية دي لمئات السنين. التاريخ الاجتماعي أهم بكتير من التاريخ السياسي، لأنه بيحكي قصة البشر. مجتمعي. فعلا التفريغ اللي عملناه للظاهرة دي بيثبت إن التاريخ الحقيقي مش موجود بس في قاعات توقيع المعاهدات. أو في خطط القادة العسكريين. التاريخ الحقيقي والأكثر تعقيداً بيحصل تحت السطح في الأماكن اللي محدش بيحب يتكلم عنها، وفي الظروف اللي بتجبر الناس على قرارات مستحيل ياخدوها في الأيام العادية. القصة دي بتأكد إن فهم أي حقبة تاريخية أو أي مجتمع مش بيكتمل من غير ما نبص للزوايا المظلمة والمخفية. وندرس إزاي البشر بيتفاعلوا وينجوا في أسوأ الظروف الممكنة. وده بيطرح سؤال مهم جداً وممكن نختم بيه تأملاتنا النهاردة. اتفضل. لو دي قصة فئة واحدة في فترة زمنية ومكان محددين، لو فكرنا في خريطة العالم المعاصر اللي مليانة صراعات امتدت لعقود طويلة، كم مجتمع حديث وكم هوية وكم شريحة سكانية عايشة وسطنا النهاردة جذورها الأولى اتشكلت في ظروف مشابهة، وكم فئة اتولدت في مساحات التقاطع المظلمة والمخفية بين المستعمر والمقاومة. والتاريخ الرسمي لسه بيفضل يغض الطرف عن البدايات القاسية دي. سؤال يخلي الواحد يعيد النظر في كل تفصيلة بيقراها في كتب التاريخ، ويفكر في الجذور المعقدة اللي شكلت هويات مجتمعات كتير. دايما السطور الرسمية بتخفي وراها قصص إنسانية أعمق وأكثر تشابكاً. إحنا النهاردة حاولنا نمسك خيط واحد من مصدر تاريخي ونمشي وراه عشان نفهم الآليات اللي بتحرك البشر وتغير الديموغرافيا وقت الأزمات بدون أي أحكام. غوصة عميقة كانت ضرورية ومهمة. مستمرين معاكم في الغوصات العميقة اللي جاية عشان ندور ورا المعلومات ونطرح الأسئلة الصعبة اللي بتوسع المدارك. شكراً لكل اللي تابعونا، ونتمنى أن الغوصة دي تكون فتحت أبواب لأسئلة أكتر وتفكير أعمق.